جحا وأساطير الأولين من حواديت زمان. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك وتقول لنا رأيك في التعليقات. تبدأ الحكاية: كان يا مكان يا سادة يا كرام، ولا يحلى الحديث والكلام إلا بذكر الله، وحدوا الله، لا إله إلا الله. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. كان في واحد اسمه جحا، كان معاه مبلغ من المال. أصحاب جحا نصحوه إنه يروح إلى بلاد اليمن ويلحق موسم العنب، وقالوا له العنب تجارة رابحة. جحا أخد حماره وأخد الأكل والشرب بتاعه وفضل ماشي ماشي أيام علشان يوصل إلى بلاد اليمن. جحا وهو في نص الطريق قابل واحد غريب من التجار. سأل جحا وقال له: انت رايح فين؟ جحا قال له: انا رايح الى بلاد اليمن علشان اشتري عنب واتاجر واكسب. رد عليه وقال له: بس انا هقول لك على حاجة تكسبك اكتر من تجارة العنب. قال له: ايه هي؟ قال له: تجارة البلح. روح الى بلاد الشام، هناك البلح كتير جدا ورخيص، اشتري بلح وروح بيعه في بلدك. جحا قرر انه يغير سكته من بلاد اليمن ويروح الى بلاد الشام علشان يشتري بلح. فضل جحا ماشي ماشي لغاية ما وصل الى بلاد الشام. قابل التجار وقال لهم انه عايز يشتري كمية كبيرة من البلح. التجار قالوا له: بس انت في بلدك البلح كتير وفي نخل كتير، انت المفروض كنت سمعت كلام اصحابك يا جحا وكنت رحت الى بلاد اليمن واشتريت عنب، اللي يناسبك اكتر العنب. جحا قال: خلاص، انا هسمع كلامكم وهروح الى بلاد اليمن. جحا اخد بعضه وطلع من بلاد الشام وفضل ماشي ماشي ايام وشهور لغاية ما وصل الى بلاد اليمن. اول ما وصل الى بلاد اليمن اراد جحا انه يشتري العنب، لكن موسم العنب كان انتهى وخلص. جحا يا عيني ما لقاش عنب. اخد بعضه ورجع الى بلده. وبعدين سألوه، قالوا له اصحابه: انت عملت ايه يا جحا؟ رد جحا وقال: انا لا طلت عنب اليمن ولا بلح الشام. الناس في قرية جحا بدأوا يضحكوا على قصة جحا، وازاي يا عيني ان جحا راح اليمن وطلع من اليمن على الشام ومن الشام تاني على اليمن، ولا طال بلح الشام ولا عنب اليمن، ورجع يا عيني من غير حاجة. بدأت الناس تتكلم لغاية ما وصلت الأخبار إلى السلطان تيمور لنج. قعد يضحك السلطان وأمر الحاجب إنه يروح ويناديله على جحا. راح جحا إلى ديوان السلطان. كان السلطان قاعد هو والوزير صياح وقائد الجنود بطاش والقاضي أبو الحسن. السلطان تيمور لنج قال لجحا: انت يا جحا حكايتك أصبحت مثل يا جحا، الناس كلها بتضحك عليه. رد جحا وقال: أعمل إيه في حظي يا مولاي السلطان؟ القاضي أبو الحسن رد وقال: مولاي السلطان، الأمثال دي من أساطير الأولين، وأنا ما بحبش الأمثال يا مولانا السلطان. رد عليه السلطان وقال له: ليه يا حضرة القاضي أبو الحسن؟ رد القاضي وقال: في أمثال قالوها ناس زمان أنا ما بحبهاش يا مولاي السلطان. رد السلطان وقال له: زي إيه يا قاضي أبو الحسن؟ رد القاضي وقال: بيقولوا يا حضرة السلطان في الأساطير القديمة اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع. ازاي يعني اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع؟ لا، اللي يعوزوا البيت ممكن نطلعه للجامع، احنا المفروض ننفق من احسن حاجة عندنا. رد جحا وقال له: مولاي القاضي ابو الحسن، اعزك الله واعز الحاضرين جميعا واعز مولانا السلطان. كل الناس فاهمة المثل ده غلط. قال له: ازاي يعني يا جحا؟ ايه الصح يا جحا؟ رد وقال: اللي عايزه البيت يحرم على الجامع مش المقصود بيه الجامع اللي احنا بنصلي فيه. رد السلطان وقال له: امال ايه المقصود بالجامع يا جحا؟ رد جحا وقال: هحكي لك القصة يا مولاي السلطان. ايام زمان كان في سلطان حاكم للبلاد، والسلطان ده
كان ظالم، وكان بيجمع من الناس ضرائب، وكان بيخلي موظفين عنده يجمعوا الضرائب. اللي كان بيجمع الضرائب اسمه الجامع. الجامع لأنه كان يجمع الأموال من الناس ويروح يحطها في خزنة السلطان. وبعدين الناس خلاص زهقت من كتر الضرائب اللي بيدفعوها، فكان الناس يقولوا احنا محتاجين الفلوس دي، الفلوس ديت البيت عايزها، عايز أأكل عيالي. واللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع، يعني يحرم على جامع الضرائب انه ياخد الفلوس اللي البيت عايزها. انبسط جدا القاضي ابو الحسن وقال له يا سلام يا جحا، طب قول لي بقى يا جحا، في مثل يقول لك طور الله في برسيمه. رد عليه وقال له يا مولاي الناس حرفت في الكلام، ما كانش اسمها كده. قال له امال كان اسمه ايه؟ كان اسمه طور لاهي في برسيمه، يعني طور ملهي في البرسيم بتاعه. وبعد كده مع الزمان، وانت عارف بقى اساطير الاولين من سنوات طويلة، رد السلطان وقال له يبدو يا جحا انك عندك علم باساطير الاولين واقوال الناس بتوع زمان. رد عليه وقال له وفوق ذي كل علم عليم يا مولانا السلطان. رد عليه السلطان وقال له طيب يا جحا، انا عايز اسألك على بعض الاقاويل اللي قيلت زمان يا جحا. قال له اتفضل يا مولاي السلطان. بيقولوا يا جحا الجنازة حارة والميت كلب. رد عليه جحا وقال له أيوة يا مولاي السلطان، أنا هحكي لك القصة. واحدة يا مولاي السلطان كانت ما عندهاش حد، كانت يتيمة وكانت لسه متجوزة. أراد الله سبحانه وتعالى إنه يموت جوزها. جوزها مات يا مولاي السلطان، وأصبحت وحيدة ملهاش حد في الدنيا. كانت بتطلع وكانت بتشحت في البيوت. وبعدين يا مولاي السلطان كانت زهقانة قاعدة في البيت من غير ونس. قررت انها وهي ماشية لقت كلب صغير، قررت انها تاخد الكلب الصغير اللي لسه مولود وتربيه عندها. اخدته ودخلته الأوضة وبدأت انها تأكله وتشربه وتعتني بيه وكأنه ابنها. الست دي اعتبرت ان الكلب ده كأنه ابنها وكل عيلتها. وبعدين في يوم من الأيام الكلب مات. لما الكلب مات قررت إنها تعمل عزا وتجيب المعددين. والمعددين يا مولاي السلطان كان بعض النساء شغلتهم إنهم يجوا ويصوتوا ويقعدوا يعيطوا على الميت. وعملت صوان كبير وكل الناس بدأوا يسألوا الست مين اللي ميت عندك؟ تقول لهم ابني هو اللي مات. وبدأت تعمل مقبرة وجابت نعش وحطت الكلب جوه النعش. وبعدين شالوا النعش ومشوا بيه، وهي اللي كفنته ولفته بالكفن. وراحوا ودفنوه وكل حاجة. وبعد ما دفنوه يا عيني في المقابر وسط الناس، وبعدين جارتها مستغربة. جارتها قالت لها إلا قولي لي، هو أنت مين اللي مات عندك؟ قالت ابني. ردت وقالت ابنك إزاي؟ هو أنت لحقتي أصلا؟ لا، أنت ما كانش عندك عيال، أنا لازم أعرف مين اللي ميت عندك. فضلت وراها وقعدت تحلف لها إنها مش هتجيب سيرة. قالت لها بصراحة أنا هقولك بس احلفي إنك ما تقوليش لحد. قعدت تحلف إنها ما هيش قايلة لحد، وحلفتها بكل الأيمانات إنها مش هتجيب سيرة لحد. وبعدين الست قالت لها بصراحة أنا لقيت كلب واعتبرته ابني وهو ده اللي أنا ربيته، علشان كده أي حد بيسألني مين اللي مات أقول لهم ابني هو اللي مات، ما تقوليش بقى لحد. لكن الست اتغاظت غيظ شديد جدا جدا وقالت يعني انت ملبساني اسود وملبسه كل الستات اسود وعاملين حداد وعمالين نعيط وعمالين نصلحوكي ونعزوكي وفي الاخر يطلع كلب؟ طلعت وقعدت تصوت وتعيط. وبعدين قالت لهم انتوا عارفين، انتوا ما تعرفوش الخيبة. قالوا في ايه اللي حصل؟ ردت عليهم وقالت لهم الجنازة حارة والميت كلب. الجنازة حارة والميت كلب، اللي انتوا خدتوه دفنتوه ده مش ابنها، ده الكلب بتاعها. وقالت لكل الناس وصارت مثل. السلطان قعد كده وبص لجحا وهو
مستغرب وقال يا سلام يا جحا. طب قل لي يا جحا، في الأساطير القديمة بيقولوا لا يفتى ومالك في المدينة. رد جحا وقال في قصة للكلام ده يا مولاي السلطان. قال له احكيها يا جحا. جحا قال هقول لك يا مولانا السلطان. واحدة كانت ميتة، جات واحدة تانية علشان تغسلها، وهي بتغسلها المغسلة وهي عمالة تغسلها كده، وبعدين بتعمل ايديها كده زي ما تقول كده جات في المية طرطشت على الست اللي كانت بتغسلها، فشتمتها شتيمة وحشة جدا جدا يا مولاي السلطان. لما شتمتها الشتيمة دي، ايد المغسلة لزقت في جسم الميتة. حاولت انها ترفع ايدها، ما هيش عارفة ترفع ايدها خالص، مش عارفة تشد ايدها، وكأن ايديها لزقت بغيرها. وبعدين يا مولاي السلطان كل شوية يخبطوا عليها على المغسلة ويقولوا لها ايه خلاص غسلتيها، تقول لسه شوية، تحاول تفك ايديها ما هيش عارفة تفك ايديها خالص. لما الموضوع طول خالص خالص اضطرت انها تقول ان رجليها ايديها ملزوقة في جسم الميتة وما هيش عارفة تشيل ايدها خالص. دخلوا الناس الستات وبدأوا انهم يحاولوا يشيلوا ايد المغسلة، مش عارفين يشيلوها خالص، يجوا يشدوها مش عارفين يشدوها. الخبر انتشر وراحوا الرجال لما سمعوا بالخبر راحوا يسألوا العلماء والفقهاء في المدينة. العلماء والفقهاء انقسموا فريقين. النص الأول بيقول ان الميت له حرمة وما ينفعش ان احنا نقطع من جسم الميت، احنا ممكن نقطع ايد الست اللي لازقة. الجزء التاني قال لا، الحي ابقى من الميت ودي ميتة، احنا نقطع حتة من جسم الميتة وساعتها هيبقى احنا حافظنا على ايدين الحية. فضلوا يتنافسوا مع بعض ويتكلموا مع بعض، وبعدين في الاخر عايزين حد يحكم بينهم، هنقطع مين؟ اهل الميت يقولوا لا احنا نقطع ايد المغسلة، واهل المغسلة يقولوا لا احنا نقطع ايد الميت. هتبقى فتنة كبيرة جدا في البلاد، والعيلتين كبار وهيحصل انهم هيضربوا بعض واحتمال ناس تموت. قالوا خلاص احنا اللي يفتي بينا ويحكم بينا الامام مالك. وراحوا للامام مالك وقالوا له على القصة. الامام مالك قال لا انا لازم اروح واسأل الست الاول هي عملت ايه وبعدين اقول حكمي. راح الامام مالك من خلف الباب وهو مش شايف الست اللي جوه، وسألها من خلف ستار من ورا الباب وقال لها يا ست قولي لي ايه اللي حصل بالظبط وانتي بتغسلي الميتة. قالت وانا بغسل الميتة شتمتها وقلت عليها انها كذا وكذا. رد الامام مالك وقال اذا تجلد حد القذف، ديت قذفتها وشتمتها لازم تنجلد 80 جلدة، واول ما تنجلد 80 جلدة ايديها ان شاء الله هتفك. وبالفعل فضلوا يضربوها يضربوها، مع الجلدة 80 ايديها اتفكت. والحمد لله اتحلت المشكلة، والعيلتين مفيش حد فيهم موت التاني ولا حاجة. ومن هنا طلعت مقولة أو مثل لا يفتى ومالك في المدينة. السلطان تيمور لنج قال له طيب يا جحا قول لي بقى يا جحا، أنا بسمع في الأساطير القديمة بيقولوا بيني وبينك ما صانع الحداد. رد عليه جحا وقال له قصدك يا مولاي السلطان ما صنع الحداد؟ قال له أيوة يا جحا، مش بيني وبينك ما صنع الحداد بتقال على السيف، صح يا جحا؟ رد عليه جحا وقال له للأسف يا مولاي السلطان الشائع دلوقتي بيني وبينك ما صنع الحداد يعني بيني وبينك السيف، لكن القصة ما كانتش كده. قال له طب احكي لنا ايه هي قصة بيني وبينك ما صنع الحداد يا جحا. رد جحا وقال كان في واحد يا مولاي السلطان متجوز واحدة نكدية، كل يوم تزن وتنكد عليه عيشته. الراجل طهق وزهق من مراته وخلاص ما بقاش طايقها. قال لمراته بيني وبينك ما صنع الحداد. مراته قعدت تفكر ايه هو ما صنع الحداد وايه الحداد هيصنعه هيبقى بيني وبينك. تاني يوم الراجل راح للحداد وجاب من عنده زي ما تقول كده
طشت كبير يا مولاي السلطان من الحديد، وجاب مقرعة. المقرعة ديت بيدق بيها، أول ما يخبط بيها على الحديدة دي تعمل صوت عالي جدا جدا. وبعدين الراجل ده راح لابنه وقال له بص يا ابني، انا دلوقتي هاخد الخيمة بتاعتي وهمشي في الصحراء، هفضل ماشي وانت تقعد تدق كده على الحديدة ديت بالمقرعة اللي معاك، تبدأ تدق الدق بصوت عالي، وانا هفضل ماشي ماشي. اول ما ينتهي الصوت انا هضرب الخيمة بتاعتي واقعد علشان اخلص من زن امك وما اسمعش صوت امك خالص. وفعلا الولد قعد يدق كده، يدق على الحديد، وهو فضل ماشي 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 لغاية ما جه لمكان صوت الدق انتهى فيه. الراجل نصب الخيمة وقعد فيها. فيقول بيني وبينك ما صانع الحداد، يعني بيني وبينك الطشت الكبير او قطعة الحديدة الكبيرة اللي هي الصوت يا مولاي السلطان، يعني مسافة كبيرة جدا جدا. السلطان تيمور لنك قال لجحا طب قول لي يا جحا، ايه قصة باب النجار مخلع؟ رد جحا وقال له كان في واحد نجار عجوز يا مولاي السلطان، كان بيشتغل في ورشة نجارة عند واحد. وبعدين العجوز قال لصاحب الدكان، قال له انه خلاص كبر، وانه ما عادش يقدر يدق مسامير ولا يقدر ينشر بالمنشار زي الاول، وانه عايز يقعد وعايز يسيب الشغل. الراجل صاحب الشغل قال له طيب بص بقى، انا هكلفك باخر حاجة تعملها. قال له ايه هي؟ رد وقال له اخر طلب هطلبه منك، هتعمل باب خشب للبيت اللي قدامك ده. رد وقال له لا انا تعبت، انا كفاية عليا كده. قال له اخر طلب ومش هطلب منك حاجة تاني. قال له ماشي. الراجل عارف انه ماشي، بدأ يجيب خشب اي كلام، ارضى انواع الخشب، وبدأ يعمل باب يا عيني مكسر ومخلع وبايظ وتعبان. بعد ما خلص كده، بعد ما خلص الباب البايظ، قال له الحمد لله انا خلصت، اديني بقى اجرة الباب علشان اروح. رد عليه صاحب الدكان وقال له انا حبيت اني اكافئك، البيت اللي انت شفته قدامك ده هو ده بيتك، وده تمن الايام والسنين اللي انت اشتغلتها معايا. الراجل قال له يا نهار ابيض، يعني ده مكافئتي؟ قال له ايوه، البيت ده المكافأة بتاعتك. النجار بقى حزين جدا جدا وقال يا ريتني كنت اخترت احسن انواع البيبان، يا ريتني اتقنت عملي، للاسف انا ما اتقنتش العمل. الراجل النجار فضل يا عين الراجل العجوز عايش في البيت، والباب بتاعه كان مخلع وبايظ. لما حد كان يسأل على النجار كان الناس تقول باب النجار مخلع. السلطان قال له يا سلام يا جحا، طب قول لي بقى يا جحا، بيقولوا دخول الحمام مش زي خروجه. رد جحا وقال له دي يا مولاي السلطان كان ايام زمان في حمامات في الشوارع، وكانت الناس بتدخل الحمامات بالفلوس. الراجل صاحب الحمام ما كانش فيه حد بيخش عنده خالص، يا عيني كل يوم يفتح ومحدش يجيله. عمل يافطة على الباب وكتب الدخول مجانا، اليوم الدخول مجانا. والناس كلها بدأت تتزاحم وبدأت تدخل الحمام، اللي يدخل الحمام واللي عايز يستحمى، ما كانش فيه حمامات في البيوت. وبعدين يا مولاي السلطان لما الناس دخلت وتمام، جم علشان يخرجوا لقوا الباب مقفول، وفي يافطة تانية الخروج ب3 دنانير. ردوا قالوا له ايه ده، هو الدخول مش ببلاش؟ رد عليهم الراجل وقال دخول الحمام مش زي خروجه، يعني دخوله ببلاش لكن الخروج من الحمام بفلوس. وأصبحت مثل يا مولاي السلطان. استغرب السلطان وقال له طب قل لي يا جحا، بيقولوا اللي اختشوا ماتوا يا جحا. رد جحا وقال كان في نوعين من الحمامات، حمامات للرجال وحمامات للنساء. في حمام الستات كان الستات جوه والدنيا ولعت، وبعدين في ستات اتكسفوا انهم يطلعوا من الحمام، فلما اتكسفوا النار موتتهم، فعشان كده بيقولوا اللي اختشوا ماتوا، يعني اللي اتكسفوا ماتوا في الحمام.
السلطان قال للجحا: طب قول لي يا جحا، ايه حكاية جات الحزينة تفرح ما لقيت لهاش مطرح؟ رد عليه جحا وقال له: يا مولاي السلطان، اسمها جات الحزينة بنت تفرح ما لقت إلها ابن مطرح. قال له: يعني ايه يا جحا؟ جحا قال له: هقول لك. كان في بيت مشهور بالكرم، واحد اسمه تفرح. تفرح ده كان عنده بنت اسمها الحزينة، وبنته كانت جميلة جدا. كان في واحد تاجر اسمه مطرح، كان معدي، كان غريب. ده قال للناس: انا عايز مكان يضيفني وابات فيه. قالوا له: مفيش بيت كرم غير تفرح، بيت تفرح. راح مطرح الى بيت تفرح، وبعدين وهو هناك شاف بنته اللي اسمها الحزينة. الحزينة بنت تفرح، فقال: انتي لازم تكوني من نصيب ابني. انا بدور لابني على عروسة. وبالفعل خطب البنت الحزينة لابنه. ابنه كان اسمه إلها. وبعدين إلها ده كان قاعد مع الحزينة، قاعدين بيتكلموا مع بعض. الحزينة كانت عصبية شوية. الحزينة اتعصبت في مرة وقعدت تعلي صوتها وتزعق. إلها قرر إنه مش هيتجوز الحزينة مرة تانية. وكان الكلام ده كان يوم الفرح. وبعدين أخد بعضه إلها ومشى، والحزينة فضلت قاعدة هي والمعازيم والناس في الفرح مستنيين إلها ابن مطرح علشان يجي، لكن إلها ما جاش. فكانت الناس بتقول: جات الحزينة تفرح، يعني الحزينة بنت تفرح ما لقت إلها مطرح، ما لقتش إلها ابن مطرح. وتحرف يا مولاي السلطان على مر السنين، وبقت جات الحزينة تفرح ما لقيت لهاش مطرح. السلطان قال للجحا: بيقولوا يا جحا في الأمثال: لسانك حصانك، إن صنت صانك وإن هنت هانك. رد عليه وقال له: ده بيرجع إلى العصور القديمة. كان في واحد من الملوك رأى في المنام اللي كل اسنانه وقعت، وبعدين جاب واحد علشان يفسر له الحلم. فقال له ان معنى الحلم ده ان اهلك كلهم هيموتوا. فأمر الملك بقتل هذا الرجل. وبعدين جاب واحد تاني يفسر له الحلم، وقال له: قل لي، حلمت ان اسناني كلها وقعت. فرد عليه وقال له: ابشر يا مولاي السلطان، يبقى انت ربنا هيبارك فيك ويزيد في عمرك لغاية ما تبقى اخر واحد تموت من عيلتك. فرح السلطان بالبشارة واعطاه فلوس كتيرة جدا جدا، دراهم ودنانير وعطايا كتيرة. سبحان الله يا مولاي السلطان، الاتنين فسروه نفس التفسير، بس لسانك حصانك ان صنت صانك. الاول معرفش يوصل للسلطان، قال له اهلك هيموتوا، لكن التاني بشره انه هيبقى اطول اهله عمرا. السلطان سأل جحا قال له: قل لي يا جحا، في مثل بيقول: الضرة مرة ولو كانت جرة. رد عليه وقال: واحد يا مولاي السلطان كان متجوز واحدة ما كانتش بتخلف عيال، وكل شوية مراته اللي ما بتخلفش تزن عليه وتقول له: روح اتجوز علشان تخلف، اتجوز عليا. وهو يقول لها: يا ستي انا مش عايز اتجوز ومش عايز عيال. لكن هي فضلت تزن عليه، كل شوية تقول له: لا انت لازم تتجوز، انت لازم تتجوز. لحد ما في الاخر قال لها: خلاص انا النهارده هتجوز واجي بالعروسه معايا. راح الراجل ودخل، لكن ما جابش عروسه، جاب زير جره كده ولبسها كانها عروسه وغطى وشها، وجابها ودخلها الاوضه التانيه وقفل عليها بالمفتاح. وبعدين تاني يوم اخد بعضه وراح على شغله. اول ما رجع من الشغل لقى مراته الاولانيه قاعده على الباب وعماله تعيط وتصوت. رد وقال: في ايه مالك بتعيطي ليه؟ قالت له: بعيط ايه، البيت بتابونا والغرب يطردونا، شفت اللي حصل، مراتك الجديده قامت وشتمتني وبهدلتني وجابتني من شعري. وعم قعدت تحكي له قصه كبيره خالص. قال لها: بس كده، انا هربيها لك، تعالي. راحت الزوجة الأولى عشان تتفرج على الزوجة التانية اللي هي أصلا جرة وهي ما تعرفش.
قعد يضرب بالعصايه يضرب بالعصايه لغايه الجره ما اتكسرت. اول ما اتكسرت وشال الملابس بتاعه العروسه وشافت انها مجرد جره مجرد زير، اتكسفت وقالت له معلش اعذرني، الضره مره ولو كانت جره. السلطان قال له قول لي يا جحا، انت يا جحا لما رحت على بلاد الشام وبلاد اليمن، ده بيفكرني بمثل اسمه المتعوس متعوس ولو علقوا على بابه فانوس. رد جحا وقال هقول لك قصته يا مولاي السلطان. اخين، اخ فقير جدا واخ غني جدا. الاخ الغني يجي يدي للاخ الفقير، الاخ الفقير ابدا مش راضي ياخد فلوس، يقول له يا عم خد احنا اخوات. الفقير يقول له ابدا ما خدش منك فلوس. اراد انه يساعده، قال خلاص انا هروح وهو طالع لصلاة العشاء اروح وارمي له صرة من الفلوس، لما يطلع يلاقيها هياخدها. وفعلا رمى له صرة من الفلوس ووقف الاخ ورا شجرة علشان يشوف أخوه، لكن يا عيني أخوه عدى وما خدش باله من السرة، الدنيا كانت ضلمة. تاني يوم قال أنا هروح أعلق فانوس على باب أخويا وأحط له السرة في سكته علشان وهو ماشي يشوفها. وفعلا راح علق الفانوس على دار أخوه ورمى الفلوس في السكة، وفضل الراجل واقف ورا شجرة علشان يشوف الأخ هيعمل إيه. طلع الأخ، لكن المرة دي الأخ وهو طالع شاف الفانوس متعلق، قال لازم الفانوس ده أخويا هو اللي حطه، لا 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 أنا مش محتاج من أخويا حاجة وأنا مش عايز النور اللي هو بعته ده. وجا مغمض عينه وفضل ماشي وقال انا بعرف امشي في الضلمه، ليه يعلق لي فانوس؟ انا همشي وبعدين هبقى اقول له يشيل الفانوس بتاعه من على الباب. وغمض عينه وفضل ماشي كده وعدى على السره وما شافهاش لانه كان مغمض عينه. اخوه راح واخد السره بتاعه الفلوس وقال المتعوس متعوس ولو علقوا على بابه فانوس. اعجب السلطان بكلام جحا، قال له يا سلام عليك يا جحا، انت تعرف اساطير الاولين يا جحا. طب انت تعرف يا جحا اللي ما يعرفش يقول عدس، عارف قصة المثل ده يا جحا؟ رد جحا وقال ده واحد يا مولاي، واحد كان تاجر حبوب بيبيع العدس والفول والحمص، كل ده كان عنده في الدكان. دخل واحد حرامي وقعد يسرق الفلوس، وبعدين دخل الراجل لقى الراجل بيسرق، الحرامي طلع يجري وهو بيجري خبط في شوال العدس، اتقلب حبة عدس صغيرين خالص، والحرامي اتكعبل وقع في الارض. الراجل فضل نازل على الحرامي عمال يضرب فيه جامد. الناس بيبصوا كده لقوا الراجل بيضرب الراجل تاني في الارض وحبة عدس صغيرين مقلوبين. الناس تقول له ايه يا راجل كل ده عشان خاطر حبة عدس؟ رد الراجل وقال ايوه ما هو اللي ما يعرفش يقول عدس. السلطان اعطى لجحا 1000 دينار مكافأة وقال له يا جحا انت كنت هتكسب لو انت كنت جبت بلح او كنت حتى جبت عنب، كنت هتكسب 500 دينار، انا بقى اديتك 1000 دينار يا جحا. اخد جحا الفلوس وروح على بيته وعاش بعدها حياة سعيدة. وتوتة توتة فرغت الحدوت. لو عجبتك دوس لايك، قول لنا رأيك في التعليقات، وما تنساش تشرفنا باشتراكك في قناتنا التانية حكايات زمان. سلام عليكم.